في الظل كده ومحدش واخد باله هحكي لكم حكايتي، يمكن حد يصدقني. سنة 2020 يوم 13 يناير الساعة كانت 11 بالليل. أختي الصغيرة سلوى كان عندها 16 سنة. دخلت المطبخ تعمل لنا أكل والبوتاجاز انفجر فيها وماتت. بعدها أمي دخلت في حالة نفسية صعبة، قعدت 4 شهور في المستشفى، ولما خرجت ما قدرتش تفضل في البيت، كانت حزينة جدا. قررنا نسافر البلد كام يوم علشان تهدى. سافرنا أنا وأمي وأبويا وأخويا حسام الأصغر. بالمناسبة أنا اسمي عمر، عندي 25 سنة. بعد كام يوم أبويا قال لازم أرجع الشغل. قلت له لأ، خليك انت مع أمي وأنا هرجع مكانك أفتح الورشة تحت البيت. رجعت أنا وحسام غيرنا هدومنا وهو نزل النادي. نزلت أنا فتحت الورشة، كانت مقفولة بقالها شهور والشغل متراكم. خلصت الساعة 11 بالليل، قفلت وطلعت البيت. لقيت حسام قاعد، قلت له نورت يا بيه، مردش. دخلت استحمى، النور قطع والمية قطعت وسمعت صوت كركبة من المطبخ. قلت له حسام كفاية بقى، انت كبرت على الهزار ده. مفيش رد. بعد دقيقة المية رجعت والنور اشتغل. خرجت من الحمام لقيته بيجري في الشقة زي العيال. زعقت له واديته قلم، دخل اوضته وقفل الباب. بصيت في الساعة كانت 12 بالليل. بعد دقيقة الموبايل رن، رديت لقيت حسام بيقول أنا هجيب بيتزا، أجيب لك معايا؟ قلت له بيتزا ايه؟ انت مش فوق في الشقة؟ قال لا، أنا لسه مرجعتش من النادي. قفلت الموبايل وانا جسمي متجمد. فتحت اوضته ملقيتهوش. الخوف مسكني، دخلت اوضتي وقفلت الترباس. الكهرباء قطعت وبدأ صوت خبط ورزع في الشقة، ضحك عيال صغيرة وصوت جري فوق السيراميك. اتصلت بحسام وانا مرعوب، قلت له تعالى بسرعة. قال انا واقف تحت برن على الباب ومحدش بيرد. رميت له المفتاح من الشباك، دخل البيت وبعد دقيقة سمعته بيصرخ. خرجت اجري لقيته واقف مصدوم. سألته مالك؟ أنا شفت عيلة صغيرة ووشها محروق وما فيهاش شعر ولا عيون وبقها مقفول، كانت قدام الباب أول ما دخلت وبعدين اختفت. قال لي دي سلوى أختك، احنا لازم نمشي من هنا فورا. في اللحظة دي سمعنا ضحكة بنت، ضحكة باردة مرعبة. النور قطع تاني وبدأت تقول هموتكم كلكم زي ما موتوني. الأبواب اتقفلت، الكراسي بتتحرك لوحدها والريحة بقت خانقة. فضلنا نحاول نفتح الباب مش راضي. قررت افتح الشباك، نطينا انا وحسام والحمد لله كنا في الدور الارضي. ما كانش عندنا حل غير ده. رجعنا البلد واحنا منهارين. مش قادر انسى الليله دي ولا اللي حصل ده، غير العذاب النفسي اللي عشته. هل اختي لسه مش مرتاحه؟ هل اختي تعبانه؟ هل اختي رجعت تاني؟ طب ازاي وهو اللي بيموت بيرجع؟ لما حكيت لابويا انا وحسام، ابويا ما صدقش غير لما راح بنفسه البيت وشاف كل حاجه بعينه. تفتكروا شاف ايه؟ مرضاش يقول، لكن لما كل حاجة وباع الشقة والورشة ومرضاش يقول لنا ابدا شاف ايه، وحرم علينا حتى نروح نساعده. وعشنا في البلد، ولما كنا بنحب نقعد في القاهرة كنا بنقعد عند خالي. ملحوظة، انا دلوقتي عندي 45 سنة، لسه بشوف اختي في الاحلام وهي بتعيط ووشها محروق.